السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مطبخ نادية، ونتمنى ان شاء الله نلقاكم دايما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. قبل ما ندوزو الوصفة ديالنا نصلوا على حبيبنا المصطفى وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم صوص كراميل ولا طوفية كراميل بمكونين فقط. تجي ما شاء الله واحد البنة روعة، تجي بزاف بنينة. تفضلوا معايا نروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنايا كما قلت لكم زوج مكونين. عندنا السكر وعندنا الماء والشوكولا البيضاء. درت هنايا 100 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع الماء، و125 غرام تاع الشوكولا البيضاء. حكمت هنايا في المقلاة، درت السكر هنا كما تعرفوا نسبقوا في السكر نديروه نحطوه فوق النار يتكراميليزا. فوالا، وشنو لازم يكون على نار قليله. فوالا، تحطوه فوق النار، تنقصوا لها كامل وتخلوه حتى يبدا يحمر شويه، يعني ما تمسوش. كي تشوفوا بدا هكذايا كما راكم تشاهدوا في الصوره في المقله تاعنا يدير هذيك الحموريه، يعني يبدا راح يتكرمل. هنايا في هذه المرحله يعني تحكموا المقله تاعكم وتسيو تخلطوا هذاك السكر، يعني مازال باش تمسوا بالملعقه. فوالا، تخلطوا هكذايا هكذا وتزيدوا تسناو حتى يبدا يذوب هذاك السكر. تحكموا ملعقه خشبيه تبداو تخلطوا هكذا غير بالعقل. فوالا، تنحيو يعني تخلطوا كامل هذاك السكر دايب مع السكر اللي مازال ما دابش. فوالا، يتجانسوا بعضهم ويبدا يذوب، يعني كما يقولوا غير بالعقل، يعني على نار قليله. لو كان تقولوا النار راح يتحرق معكم وراح يولي لكم بني وتجيكم يعني المروريه فيه. فوالا، هنا كما راكم تشاهدوا السكر بدا يذوب. فوالا، هنايا كما راكم تشوفوا فيه راهو يذوب هكذا، وتكملوا يعني تحركوا فيه بالملعقه. هنايا في الكراميل ما لازمش تبعدوا عليه، الا فات داب يعني تقعدوا تستمروا في التحريك. فوالا، تقعدوا دائما تحركوا فيه. فوالا، هكذا كما راكم تشوفوا فيها وبدا يذوب. هنايا حتى كيولي لكم شغل ترونسبارون، كراميل ترونسبارون، يعني تولوا يعني يجيكم شفاف وما تخلوش يحمر. كما قلت لكم ما تخلوش يحمر، ولا تخلوه برك يذوب. هنايا في المرحله الاولى يبدا يدير هذوك الحبيبات، يعني يكون السكر مازال ما دابش مليح. من بعد تخلوه حتى يذوب خلاص، كما قلت لكم يولي شفاف. فوالا، في هذه المرحله واش نديرو نص كاس تاع الماء، عفوا، اللي هو 100 مليلتر تاع الماء. فوالا، درنا 100 غرام تاع السكر و100 غرام تاع و100 مليلتر تاع الماء. هنايا كي ديروه لازم الماء يكون دافي، ما ديروش بارد يعني من الحنفيه، باسكو راح يدير لكم بزاف الفقاعات والسكر يولي يبطى باش يذوب. دونك كي ديروه يعني دافي قريب سخون هكذا. واش يصرالو هنايا ما قطعت لكمش المقطع، يعني خليت الكاميرا تمشي. شوفوا هنا السكر قاعد يذوب غير بالعقل. ولا تصيبوه يعني ما يديرلكمش كتله جامده. فهمتوا؟ دونك كي يكون الماء دافي السكر يذوب، يعني يذوب لكم بالخف، يدير لكم هذيك الكتله مسح خفيفه. فوالا، هنا كملوا حركوا حتى يذوب كامل، يعني يذوب لكم تماما، يعني يولي الكراميل يعني يكون خفيف وشفاف او ميم طون، ما فيش الكتله هذيك تاع السكر، يعني تخلوها تذوب كومبليتوم. فوالا، وتقعدوا دائما تحركوا، يعني ما تنحوش يدكم من الكراميل ديالكم. هنايا واش نديروا بعد ما داب تماما؟ نديروا 125 غرام تاع شوكولا بيضاء. هاد الكراميل يجي غير بالشوكولا، ما ديروا لا كريمه سائله ولا زبده، يجي غير بمكونين فقط ويجي يعني كراميل بنين. يعني كما تعرفوا شوكولا بيضاء بنينه ويجي معلك ويجي ما يجيش خفيف بزاف، تخدموا به الحلويات، تحشيو به الحلويات تاعكم. فوالا، هنا كما راكم تشاهدوا الشوكولا رانا نذوبوا فيها غير بالعقل، مش حذوب لكم بالخف لاخاطش النار راهي ناقصه. فوالا، تذوب غير بالعقل، واش نخلوها حتى تذوب كومبليتوم. فوالا، يعني تذوب تماما، ما يبانوا لكمش هذوك الحبيبات الصغار تاع الشوكولا، وتخلوها تغلي. فوالا، بعد ما تذوب راح دير لكم لي بول هذوك، يعني هذوك الفقاعات هذوما هكذا. وكي دير هاد الفقاعات يعني ما تطولوش فيها، سينو غادي تطيب لكم بزاف وتجيكم بزاف ثقيله وتخافوا تحمر لكم. فوالا، هنايا نرفدوها نحيوها فوق النار هكذا.
شوفوا نخلوها حتى يعني تتهدن، يعني تهدأ شويه. فوالا تعاود تولي طبيعتها، تعاود تولي كراميل. اللون تاعها الاصلي. هذوك فقاعات يجوا شويه يعني شغل رايحين في الصفوريه. فوالا هنايا في هذه المرحله نكبوها داخل ان ريسيبيون هكذا ونخلوها تبرد. فوالا نحيوها كامل من المقله ديالنا ونحطوها في الريسيبيون هكذا. فوالا هنا في هذه المرحله نخلوها حتى تبرد. هنا راهي سخونه بيان سور تكون ليكيد. بعد ما تبرد لكم فوالا شوفوا كيفاش يعني القوام تاعها يجي ثقيل، يعني يجي معلق. شوفوا يعني واش نقول لكم كراميل ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي، ما يجيش خفيف. الا حبيتوا تخفوه يعني ديروا تعاودوا رجعوه فوق النار باش يعني يذوب لكم شويه تقدروا تستعملوه كيما راكم تشاهدوا فيها. فوالا بعد ما بردت مليح فوالا تجي ما شاء الله، تجي ثقيله معلكه. هاد الكراميل يعني تقدروا تلصقوا بها الصابلي تاعكم، ديروها في لي ديسير، يعني تقدروا تستعملوها عده حلويات، في عده حلويات. فوالا دايوغ راح ندير لكم وصفه نستعمل فيها هاد الكراميل تجي يعني ما شاء الله. واش نقول لكم بنه خياليه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. لحقنا نهايه الوصفه. معني غير نقول لكم شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.